حياتي مو وردية، بس أنا لونتها لما استوعبت أن حياتي مهما راحت فهي إن شاء الله رايحة للأفضل وفي مسارها الصحيح بترتيب وتدبير رباني عظيم عقلنا البشري ما يستوعبه مهما كنا واعيين. يدبر الأمر بعظمته ورحمته وقدرته، كيف ومتى لا تسأل، وترى بغمضة عين راح يغير حياتنا من حال إلى حال. كل اللي عليك أنك تكون واثق بخالقك. السلام عليكم البنات، نهاركم مبروك يا ربي ومعطر بذكرى قرآن وبذكرى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. حبيباتي نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. المهم البنات بديت معكم هنايا اول حاجه هنايا في الصباح بكري بالحرشه هكذا، وكنت كنوجد الفطور. بالنسبه للبنات المقادير ديالها كنسبق لي وشاركتهم معكم، فما فيها باس نعاود عاوتاني نشاركهم معكم. كناخذ البنات غير 3 ديال الكيسان ونص ديال السميده المتوسط، وبالنسبه للنص الاخر البنات كناخذوا ديال الفينو، يعني كناخذ في المجموع 4 ديال الكيسان هكذا. كنخلطهم مع نص كاس ديال الزيت، المهم خميره ديال الحلوه وشويه ديال العسل البنات، وخميره هكذا ديال الخبز. كندير واحد الملعقه صغيره صافي، وكنجمع كل شيء. المهم كنفندهم اول حاجه في الزيت، من بعد البنات عاد كنجمع داك الشيء بكاس هكذا ونص ديال الماء. فهذه هي البنات الطريقه يعني اللي عجباتني هكذا، وبقيت معاها وبقى لي حد الان كنجربها، فكتجيني حرشه يعني زوينه هكذا. وهنا البنات راه كنت وجدت معاه اتاي ضروري، انا غير كي نشوف الحرشه خصني نوجد معاها اتاي هكذا. فوجدت اتاي البنات ودزت هنايا لانني كنت باغا نوجد البيتزا البنات، فقلت ضروري ما خصني نوجد شي حاجه هكذا نديها، بما انني غاديين انا والزوجه ديال الاخ ديالي وماما غاديين هكذا نديروا واحد البنات واحد الرحله يعني هكذا. كعارفين الواحد هكذا يبدل شويه الجو. فبالنسبه للمقادير ديال البيتزا البنات فراه ما كتحتاج لا دليك لا حتى شي حاجه. كناخذ غير 2 الكؤوس ديال الدقيق، كنضيف ليهم شويه ملعقه صغيره ديال عفوا الخميره ديال العجينه، كندوبها البنات عاد كنديرها صافي، كنحركها مزيان هنايا في هذاك البنات 2 كيسان ديال الماء صافي، وكندير عليها البلاستيك كنخليها. من بعد البنات كناخذ غير كاس ديال الفينو، وكناخذ 2 عاوتاني ديال الكيسان ديال الدقيق صافي، وكنخلط كل شيء ونجمع صافي. هذه هي الطريقه البنات اللي كنستعملها، فراه كتجيني يعني زويونه ما شاء الله، وكتجي البيتزا رطبه. بالنسبه للمكونات ديالها البنات هما هادو، درت غير الطون شويه ديال هكذا ديال الذره شويه هكذا، المهم شويه من الحاجه. بالنسبه للصوص البنات الصوص درت غير ديال المطيشه هكذا داك المعلب، صراحه ما كانش عندي الوقت، كنت كنزرب عليها في الصباح لانني كنت غاديه انا وماما صراحه هكذا جويه العشرة البنات مشينا. فقلنا ضروري يعني هكذا ما نغيروا شويه الجو، راكو عارفين يعني الواحد كيقنط هكذا في الدار، الروتين غير ديال الدار، فضروري الواحد هكذا ما يخرج يغير شويه الجو. المهم خدينا داك الشيء اللي قسم الله، فقلنا ضروري ما نمشيو. بالنسبه للبنات البلاصه لاننا كنا كنقلبوا على شي بلاصه هكذا زوينه وفي نفس الوقت يعني تكون كعارفين يعني الواحد فاش يبغي هكذا يبدل الجو خص ضروري هكذا ما يمشي شي بلاصه زوينه، مثلا شي الغابه هكذا، او يعني شي بلاصه هكذا شي حديقه. فقلت غادي نمشيو يعني عند الزوجه ديال الاخ ديالي، كانت يعني واحد الحديقه قدام الدار ديالها هكذا. فالمهم تغدينا تما ودزنا البنات، صراحه كان واحد الجو يعني زوين داك النهار، ما كانت لا شتا لا والو، واخا يعني مؤخرا يعني الجو بدا كيتبدل ولكن ماشي بزاف، يعني البرد كيكون هكذا شويه في الصباح هكذا شويه في العشيه. ايوا هذا ما كان حبيباتي. المهم هنا راه كنصور معكم بعض من اللقطات، كان نهار زويون البنات يعني واخا مشمش هكذا شي شويه. فالمهم درنا البنات بدلنا، حاولنا اننا نبدلوا شويه من الطاقه السلبيه للطاقه الايجابيه، لانه الواحد دائما مع الروتين ديال الدار كيكون هكذا شويه يعني كله طاقه سلبيه، فضروري يعني هكذا ما يبدل شويه الجو. واخا البنات يعني الواحد هكذا فاش كيكون غير في الدار ضروري ما يخرج، واخا غير مع الوليدات غير الجريده هكذا يخرجهم شي حاجه بسيطه هكذا ويبدل الجو، يعني ماشي ضروري اننا يعني خصنا نمشيو شي بلاصه تكون بعيده او اننا خصنا نسافروا، يعني الواحد يحاول اما امكن يعني غير بحويجات بساط يدير شي حاجه اللي زوينه هكذا، وفي نفس الوقت يبدل الجو ويكسر الروتين، لان الروتين ديال الدار والروتين ديال الوليدات هكذا وديال يعني كيكون شويه مرهق.
فالواحد ضروري يعني ما يحاول ما أمكن أنه يعني من أبسط الأشياء يعني يحاول أنه يدير شي حاجة. والمهم هذا ما كان حبيباتي. هنايا صراحة فاش وصلنا البنات لهاد الجهة هذه، بالنسبة للبنات لهاد الجهة هذه راه من جهة البركة. بالنسبة للبنات اللي ساكنين هنايا صراحة البنات عارفين هاد الجهة هذه كلها غير خضورية، كلها غير طاقة إيجابية ما شاء الله. يعني كتلاقاو هكذا الواحد هكذا يعني بزاف ديال الناس هكذا يديروا هكذا يعني لامارش. وبالنسبة حتى الأمهات هكذا كياخذوا الوليدات ديالهم للجردة. فصراحة يعني فيها بزاف ديال البلايص هكذا خضرة ما شاء الله. ايوا هذا مكان حبيباتي. المهم صراحة راه كان واحد الجو مزيون ما شاء الله، يعني حالفنا الحظ لانه كانوا في دوك الايامات البنات كانت صبات شي شويه الشتا، كانت واحد الاجواء زوينه عاوتاني ديال الشتا. والمهم هنايا البنات فاش وصلنا للدار ديال الزوجه ديال الاخ ديالي، راه هنايا البنات بدينا كنوجدوا انا وياها صراحه. وجدنا الملوي، وجدنا بزاف ديال الحويجات هنا كما كتشوفوا، داكشي كامل اللي غناخذو معانا. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر، وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر، وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر، وهاب لما تصبر. المهم البنات هنا لو وصلتوا معايا حتى لهنايا ما تنساونيش البنات من الحب ديالكم، لانه بزاف ديال البنات كنلقى هكذا المشاهده على الفيديو ولكن ما كنلقاش يعني هكذا التفاعل. فكنتمنى البنات تشجعوني هكذا واخا يكونوا غير قليبات هكذا. وكنبغي نشكركم على التتبع ديالكم، وكنبغي نشكركم على كاع التعاليق ديالكم الزوينه. وصراحه البنات راه استمتعنا، كانت واحد الطاقه ما شاء الله، يعني الواحد هكذا كيجددها بطاقه اخرى. وهذا ما كان حبيباتي. المهم هنا راه وصلنا لنهايه لا فيديو، واخا صراحه ما سخيتش بكم. المهم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ويكون حسن من هذا ان شاء الله. وخليت لكم راحه الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. حياتي مو وردية، بس أنا لونتها لما استوعبت أن حياتي مهما راحت فهي إن شاء الله رايحة للأفضل وفي مسارها الصحيح بترتيب وتدبير رباني عظيم عقلنا البشري ما يستوعبه. مهما كنا واعيين يدبر الأمر بعظمته ورحمته